عروسة تدفع 9000 جنيه في مكياج مضروب. قصة عروسة قلبت السوشيال ميديا. ليلة العمر أهم ليلة عند كل بنت بتحب تظهر بأحسن شكل، وبتصرف كل اللي معاها علشان تطلع حلوة اليوم ده قدام العريس وأهله واصحابها. ولان صور الفرح بتعتبر اهم ذكرى لكل بنت في حياتها، وبتفضل فاكراها لحد ما تخلف عيال ولحد ما تخلف عيالها يشوفوا الصور كمان. بس اللي حصل مع عروسه قلبت السوشيال ميديا كان عكس كل ده، واليوم بالنسبه لها بقى ذكرى سيئه، وبقت تفكر تقطع كل الصور اللي هي تصورتها بسبب شكلها. والمكياج بدل ما يداري اي عيوب في وشها حصل العكس، والمكياج خلى كل العيوب تبان وخلى شكلها أوحش بكتير من الحقيقة. يوم الفرح اتحول لحزن، وكل اللي في الفرح استغربوا ازاي العروسة طلع كده، وأهل العريس ما عجبهمش شكل العروسة، وحتى العريس زعل على الفلوس اللي دفعها. وفي الآخر عروسته طلعت بمكياج وحش جدا ومبوظ شكل عروسته. العروسة دفعت 9000 جنيه ومرضتش تسترخص وتروح لميك اب اي كلام علشان تطلع حلوه، وفعلا راحت لخبير التجميل مشهوره جدا، وكل اللي يسال عليها يقول دي هتغير شكلك وهتبقى قمر، ادفعي وما يهمكيش مش هتندمي. بس اللي حصل كان على العكس، وكانت صدمه للعروسه. طلع شكلها وحش جدا والمكياج ساح. السوشيال ميديا تداولت صور العروسة وهي متضايقة ومحرجة جدا بسبب شكلها اللي الكل اتكلم عليه وانتقدها. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور تظهر فيها العروسة وهي بتشعر بالإحراج بعدما أخفق الميك اب ارتست في إبراز جمالها وجعلها تبدو بمظهر مختلف تماما عن شكلها الحقيقي. واهل العريس قالوا لها يا ريتك ما رحتي كوافير وحضرتي بشكلك العادي، كنتي هتكوني احلى. واحده من صحابها علقت كمان على الصور بتاعتها وقالت له هي حزينه جدا على صديقتها، وقالت دي اخرة اللي يستخف بالمكياج من الميك اب ارتست او حتى البنات اللي مش فاهمه الفرق في الماتيريال. واحدة دفعت 9000 جنيه علشان تروح تعمل ميك اب مع حد معروف ومشهور وصورها تطلع بالشكل ده. يا جماعة روحوا اجروا على اللي بيعملوا شو وادفعوا فلوس في الارض. يا جماعة دي كارثة، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يكسر فرحة بنت في فرحها. العروسة حاولت تتواصل مع الميك اب ارتست وتوريها الصور وتواجهها انها بتستخدم ميك اب مغشوش مش اصلي، لكن بعد ايه؟ مش هينفع ترجع يوم فرحها تاني، ولا ينفع تلبس فستان وتجيب الناس وتحضر الفرح من تاني. العروسة بعتت رسالة لاصحابها بتطالبهم ما يتوهموش بالسوشيال ميديا والعروض والاعلانات، ويسألوا الاول عن التفاصيل ويشوفوا نوع الميك اب قبل ما يروحوا لاي خبير التجميل ويدفعوا فلوس على الارض ويقضوا ليلة العمر في نكد وتكون ذكرى سودة بالنسبة لهم.